السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بألف صحة وهنا. وصفة اليوم هي وصفة الكوكياج تاع السميد. كاين بالفارينة وكاين بالسميد. انا جو لا بريفير بالسميد، تجي خفيفه ومعسله حتى للقلب. المره هذه اخترت انها تكون محشيه، ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوناش جيم كومونتير متابعه القناه اذا كنتوا جدد. تابعوا معايا الوصفه. توجور نخدمها بهذا الفنجان السحري تاع لاتاي. نحتاج كيلة تاع سميد رقيق تاع الكسرة، وكيلة تاع فارينة، ربع ملعقة ملح، ربع ملعقة تاع خميرة الحلويات، نص كاس تاع خليط مكسرات مع جلجلان محمصين ومرحيين. ما عندكش الكاوكاو ولا اللوز ولا ديري جوست الجلجلان، سي با غراف، حمصيه ورحيه. نحتاج نص كاس تاع نفس الكيلة مخلطة بين السمن والزيت، ولا بين لا مارغرين والزيت سي كون تو فو، على حسب واش عندك انت في الدار. نخلط مليح، نسيين بسس، ونبدا نجمع العجين تاعي بالمزهر. انا درت لي 4 كاس او ديبي دو غروند كويير، ما حبيتش تجرى لي بزاف، مالغري ما لازمش تكون العجينه ناشفه، لازم فريمون تكون طريه. نعجنها مليح باش تجيني سهله للتشكيل. دونك هنايا زدت لها 2 ملاعق واحد اخرين تاع مزهر. بديت نخدمها، لقيتها باللي مازالت ناشفه، زدت لها 2 كويير تاع مزهر. عجنتها مليح مليح. دوك تبان لكم لا تيكستور هنا في لا فيديو باللي كانت جاريه شوي، باسكو حنستخدم لاراب باش نشكل يتنداول هذوك لي ترو تاع لي كوكياج. دونك لازم فريمون تكون جاريه، سينو تنشف وتلصق لكم في لاراب. بعد ما غطيتها خليها ترتاح حوالي 20 دقيقه. نوجد لافارس تاعي اللي فيها 3 ملاعق تاع مكسرات، ملعقه سكر، ملعقه مزهر. نخلط مليح حتى يبدا يذوب هذاك السكر وتعسل لي شويه لافارس. نخليها دكوتي، نجيب لاراب تاعي كما راكم تشوفوا كاع الاتجاهات. هذا وين فهمنا لو رول تاع هذا لو كوتي. انا ما ندير والو بها بار لي كوكياج، تو سامبلومون نبسطها كما راكم تشوفوا نرققها. هي بخي ندير لا فارس او ميليو، ونبدا نحيها غير بالعقل بالموس حتى يتشكل لي لا فورم اللي راني حبتها. واذا جاتكم هذه ليطاب بزاف، تو سامبلومون ديروا دي بول تفرسيوهم داخل وتغلقيها عادي، سينو تكوريها. كي تغلقيها تكوريها ديريكتومون على العراب هذه. تفاصون انا درت كونتيتي صغيره، جاتني حوالي 18 حبه، يعني قيس سهرة ولا 2 تاع السهرات الرمضانية ان شاء الله. دونك كما قلت لكم، تحبوا ديروا الشكل هذا، تحب تشكليها شكل هلالي عادي، ولا جوست اون بول وداخلها اون فارس. نوجد الزيت تاعي، نخليه يسخن تري تري بيان، يا بخي نقصلو. لازم يكون متوسط الى هادئ باش يدخل لي الطياب مليح للقلب، باسكو كما راكم تشوفوا راهي مروليه. دونك جو في اساي نغلقها بيان في لي كوتي باش ما تحليش في المقله. وانا ما تحلت لي ولا وحده، ما تحلو ما تشقوا غيان دو تو. كي نقليها مباشره نكون وجدت ديجا الزيت اللي خففته بملعقه تاع مزهر. نحطها باي طريقه تقديم تساعدكم كما تحبوا. نزيد لها رشه تاع الجلجلان من الفوق، نقدمها مع لاتاي مع القهوه ولا جوست هكذا وحدها. ان شاء الله تعجبكم، تجربوها وتعتمدوها. والله احسن 1000 مره من السلعه تاع برا. ما على بالنا ني لا سورس تاع الزيت ني لا فاصون طرافاي. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.